مين هو بطل فيلم كده رضا؟ اكيد هتقول لي احمد حلمي، بس هل انت متاكد ان احمد حلمي هو البطل؟ بسرعه جدا اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى وانا اقول لك. تعالى جوه. بناء على طلب الجمهور اللي هو محمد رضا صاحبي يعني وابوه عم رضا، قررت ان انا اعمل لكم فيلم كده رضا. كده رضا من الافلام اللي متعلقين بيها جدا، وبشخصيات بقى البرنس وبيبو وسمسم. لكن ما تيجوا كده نسيب رضا ونبص بص على حاجات تانية، نبص بص على ناس فعلا عدم وجودها في الفيلم كان قادر انه يمحي الفيلم اصلا، زي عم هندي مثلا. مش باين عليه، ده شكله مصري. الراجل لما الثلاثه اتولدوا وبدافع الخوف قرر انه يحكم على الثلاثه بحكم قاسي، وهو انه يقتل جزء من حريته. كتب الثلاثه بنفس الاسم عشان ما يدخلوش الجيش، كان خايف انه يحصل لهم زي اللي حصل له، مع ان دي اصلا حاجه مش شرط انها تحصل للكل. ودي كانت اول غلطه، والغلطه دي هي اللي جابت كل احداث الفيلم، لانه لما عمل كده خلى اولادهم ما عندهمش غير حلم واحد، وهو السفر بره مصر ويعملوا اللي هم عايزينه، ويدخلوا براحتهم ويخرجوا براحتهم ويعيشوا زي باقي الناس. وده اللي خلاهم اصلا يشتغلوا في النصب عشان يقدروا ان هم يجمعوا مبلغ كبير يسافروا بيه. وفكره النصب برضه راجعه لعم هندي، لان عم هندي معرفش يربي. لا بجد والله معرفش يربي، وده بيبان لما بيكون خايف من البرنس طول الوقت. كان دايما مش بيقدر غير على سمسم عشان هو اللي غلبان، وده بدأ يخلق جوه سمسم احساس بالنقص لانه مش متمرد زي اخواته، ولما بيحس بده بيبقى عايز اي حد يسمعه. هل قصدك يا مصطفى ان عم هندي هو البطل الحقيقي للفيلم؟ هقول لك ممكن، وممكن برضه يكون الدكتور النفساني اللي راح له سمسم، واللي حرفيا ما كانش بيعمل حاجه غير انه بيشرب بايب وبيخلي سمسم يتكلم، كان بيخليه يسمع نفسه ويعرفه هو شايف نفسه ازاي، وكل شويه يقول له انه جبان. الفكره ان الدكتور ما كانش بيعالج بقدر ما هو فعلا كان عايز يعرف تفاصيل عن حياته، وده ليه بقى؟ لانه اصلا نصاب، ومن المعلومات اللي جمعها عنه قدر يزق عليه حد زي ندى عشان تخدعهم باسم الحب وتخلي الثلاثه يعملوا عشانها حاجات كتيره جدا. وده اللي حصل فعلا، الثلاثه ضحوا بكل شيء. وهنا كان في حدث مهم جدا، وهو التحول في شخصيه سمسم. مفاجاه مش كده؟ لما لاول مره قدر يواجه وانتحل شخصيه البرنس وما كانش خايف من حاجه. اضرب اقف اضرب، اضرب اقف اضرب، هضربك اضرب. وعمل خطه صايعه جدا عشان يقدر يرجع فلوس اخواته، يعني سمسم ما بقاش جبان. وكل ده بفضل الدكتور، عشان انت حقيقي عالجتني. فهل الدكتور هو بطل فيلم كده رضا؟ الحقيقه ان كل شخصيه كانت بطل، وان من وجهه نظر ان البطل الحقيقي لكده رضا كان الكاتب اللي هو احمد فهمي بالمناسبه، اللي قدر يعمل مزيج مختلف خلى كل ابطال الفيلم يغلطوا عشان القدر يلعب لعبته. الفيلم ده اصلا قائم على فكره الخوف، الاب اللي خاف من المجتمع والحسد، وخاف ان القدر يعيد نفسه ويحصل لاولاده نفس اللي حصل له، فقرر يحكم عليهم بحكم مش من حقه اصلا. او خوف سمسم من الوحده اللي خلاه بلا شخصيه لدرجه انه قرر يروح لدكتور نفساني او اي حد يدردش معاه وخلاص. وخوف الثلاثه الاخوات من انهم يفقدوا ندى، فكان عندهم انهم يخسروا اي حاجه عادي بس ما يخسرهاش هي. وهي دي اللعبه اللي اتبنى عليها الفيلم، وهي فكره ذكيه جدا الصراحه. فشابوه احمد فهمي، وشابوه احمد حلمي، وشابوه لكل صناع الفيلم اللي قدروا يعملوا فيلم عايش وهيعيش كتير، وشابوه لعم رضا ومحمد ابنه عشان من غيرهم ما كنتش هعمل الحلقه دي اصلا. فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو حابين تتكلموا عن فيلم تاني او شخصيات فنيه، او لو عندكم سؤال في فيلم محيركم مش لاقيين اجابته اكتبوه تحت في الكومنتات، واشوفكم في حلقه جديده في الصندوق. كده رضا قوي. طب يلا ان شاء الله اموت في هواك ان شاء الله، ده كتير عليا الحب ده والله.